لما بنعمل خلاط دفن في البانيو او الشاور بيكون عندنا اتنين اوبشن ان احنا ننزل منهم الميه. اول اوبشن ان احنا نعمل رين شاور زي اللي فوق دي والميه بتاعه الشاور تنزل لي من السقف. تاني اوبشن معانا ان الميه بتكون نازله من ارتفاع قليل تحت السقف وده بنسميه هيد شاور. بيكون دراع الهيد شاور ده طالع من الحيطه، طبعا في ماسوره ميه في الدراع ده والميه بتنزل لي من الهيد شاور يعني من الحيطة مش من السقف. لو هتعمل رين شاور عندك في الشاور أو في البانيو فكل ما مقاس أو عرض الرين شاور دي بيزيد كل ما ده بيكون أفضل. بس خلي بالك لو هتعمل مقاس أكبر من 40 سنتي فده بيتعمل له تأسيس في الجبسون بورد أو حتى قبل الجبسون بورد. أما لو هتعمل رين شاور من غير تأسيس فأفضل مقاس هو مقاس ال 40 سنتي زي اللي فوقي دلوقتي. ولو هتعمل هيد شاور برضو نفس الكلام، كل ما مقاس الهيد شاور بيزيد كل ما ده بيكون افضل في الاستخدام، وافضل مقاس للهيد شاور هو ال 40 سنتي وده برضو اللي احنا مركبينه في الحمام ده. وارتفاع الهيد شاور ده من الارضية او من البورسلين بتكون من 2 متر و20 سنتي لحد 2 متر و40 سنتي.